السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، أولاد المحترمين. معلش أنا أسفة، أنتوا ولادي. ربنا يسعدكم، ربنا يبارك لكم، ربنا يجعلكم في الهنا والسعة يا رب. ما أشوف فيكم حاجة وحشة أبدا. فعلا أنتوا السند ليا بعد رب العالمين. حبايب قلبي متحرمش منكم. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، قناة أم أيمن وأحفادها. حطوا اللايك كده الحلو منكم والكومنتات الحلوة، ربنا يستركم دنيا وآخرة. الله يبارك لكم يا رب، يجعلكم في الهنا والسعد. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، من الأشهر الكريمة. يا رب يجعل كده دعاية من حدكم ومن نصيبكم إن شاء الله يا حبايب قلبي. ربنا يستركم ويشفي كل مريض ويرحم كل موت، اللهم آمين يا رب العالمين. ويصلح حال العباد والبلاد ويشفي كل مريض وينصر شعب فلسطين وغزة يا رب يا رب. وينصر جميع الدول العربية، اللهم آمين يا رب العالمين. ويحرس مصر من كل سوء ويرخوا المسلمين يا جماعة الخير. والله عايزين ان ربنا يصلح الحال كده للناس ويشيل الوباء والابتلاء عن أمة محمد أجمعين. حبايب قلبي، طب انت هتتكلم على النهارده يا ام ايمن؟ طبعا يا جماعة الخير انتوا عارفين ان انا بحب ام اياد برغم اللي حصل ده كله يا ام ايمن. ايوه البنت دي انا بحبها، يعني غالية عندي. وبعدين يعني انا شايفاها، هو العيله كلها على بعضيها بصراحه هم غلطانين، يعني العيله كلها على بعضها غلطانين. بس انا يا جماعه الخير لا بنحب نسب اعراض ولا نحب الا رمي المحصنات يا جماعه. ودي اعراض ناس، دي اعراض ناس. انا هتكلم النهارده عليها ان هي بتعزل. يعني ايه بتعزل يا ام ايمن؟ يعني بتسيب البيت، بتسيب المكان. مش قادره اقول لكم المكان ده اصلا يعني يعتبر قذر. فهي بتروح لبيتها الجديد. وفعلا انت عارفه لو قعدت على الطوب الابيض يا ام اياد وقعدت على الارض كده احسن لك من الشقه اللي انت قعدت فيها. طبعا انا شفت، والله لسه شايفه الفيديو دلوقتي وهي بتنقل الحاجات بتاعتها وهي فرحانه، وهي فرحانه. طبعا يا حبايب قلبي يا رب يجعلها عتبه السعد والهنا عليك يا ام اياد. يعني انت يا تيتا ام ايمن بعد اللي شفته وبعد اللي حصل، ما هم كلهم غلطانين، والغلط من الراس الكبيره يا جماعه. الغلط من الراس الكبيره. هي ام اياد كانت طلعت واتكلمت على الموضوع ولا هي الاول؟ التانية الراس الكبيرة اللي طلعت واتكلمت وهي اللي فتشت الموضوع وهي اللي قالت وبتقول مش عايزين نفتح في الكلام ده تاني. انتوا عارفين يا جماعة الخير انا بتكلم على مين. طبعا هي واختها فضلوا يتكلم ويبعتوا شمال ويبعتوا يمين وفيديوهات هنا وفيديوهات هنا، ومسكوا شنعوا على البنت، شنعوا على البنت. يعني انا بستعجب على كده اقسم بالله والله العظيم. ورغم ده كله يا حبايب قلبي ما هي عايشه وياي وبيصورها بتطلع فيديوهاتها وهي كله ده تمثيل. كله ده تمثيل يا جماعه الخير. ما تخافيش الا من اللي ساكت. عارفه اللي ساكته دي واللي ساكت هم دول اللي تخافي منهم. لكن واحده زي ام اياد دي اللي في قلبها على لسانها تحس انها بنت طيوبه كده. والله انا مرتاحه لها يا جماعه، دي حريه شخصيه. كل واحد حر يا جماعه الخير. طبعا هي اللي كان غلطانه الراس الكبيره، ما هي بيقول لك يا بحت بوره موطيها مسيرك تقع فيها. وهي لو الموضوع زاد عن حده كلهم هيتلموا ومش هيسكتوا اصلا يعني. في يا جماعه في رقابه وما بيسكتوش على الكلام ده، بالذات لما بيقولوا دي بنت صورت وبنت عملت. يعني اكبر غلط. وهي اللي طلعت وفتشت الموضوع ده، وهي اللي طلعت واتكلمت في الموضوع ده. وبعد كده تبان بقى وهي بتصلي وهي جايبه لك ايات قرانيه على مين يعني؟ على مين؟ لان ليهم سبقات يا جماعه. ليهم سبقات ليهم، ايوه. ايوه ديك الراس الكبيره دي ليها كذا سبقه، لسبب انها كانت بتطلع برضه في فيديوهات وتقول ده انا متطلقه وهي مش متطلقه يا جماعه. كله ده تمثيل على الداعمين وتمثيل على المتابعين، كله ده تمثيل. كله ده بيمثلوا. ولما اختها طلعت لما بتطلعش وتقول الحقيقه حرام. لان يا جماعه الخير الفيديوهات اللي اتبعتت لريري وريري برضه شهدت عليها شهاده حق، قالت لك ما فيش اي حاجه خالص ان هي مثلا لام اياد. يعني ما فيش حاجه لام اياد ان هم ويا بعض ولا كده، لا ريري ما بتشهد الحق يا جماعه الخير. بس انا يعني ممكن يا جماعه الخير فبركوا فيديوهات تاني، فبركوها تاني، ما انت ما تعرفوا منها اللي هي الفيديوهات اللي بتتبعت دي. بس يا جماعة الخير أنا طالعة عشان خاطر لا ليا دعوة باللي اتفبرك ولا ليا دعوة باللي بيتقال. لأن أصلا احنا مش عايزين نشيل ذنوب، احنا بنقول يلا النجا في الأشهر دي أو غير الأشهر دي أصلا.
انا بتكلم على ام اياد انها احسن حاجة ان هي تطلع من البيت ده وتطلع في بيتها الجديد ده، احسن حاجة. والف مبروك يا ام اياد، اطلع واقعد على الارض وعلى الطوب الابيض وتفك من المكان ده اصلا. ماشي يا حبايب قلبي. تاني حاجة هتكلم فيها على ام نور دي، ام نور اللي هي مرات الراجل الكبير. الست دي يا جماعة الخير واخدة على الشحاتة والتسول، هم كلهم شحاتين ومتسولين، ده اساسي. هم ما بيتكسفوش بجماعة. طالعة بقى جايبة قناة صغيرة وتقول لك انا هطلع منها، وانتوا ساعدوني، وانتوا قفوا معايا، وانتوا قفوا جنبي. حتى العيال برضه هيطلعوا نفس النظام برضه، ما هم بص نفس العيال زي ما هم بيقولوا ده بيقولوا. طيب، لما انت يا ست انت عندك ارض وعندكم سعي وعندكم لا مؤاخذة عزكم الله بهايم بتساوي فلوس مبالغ، وبتزرعوا وبتبيعوا وبتحصدوا كل سنة، وجوزك بياخد معاش. الراجل الكبير ده اتاريه كان موظف يا جماعة، وظيفة حكومية، يعني معاشه بيبقى حلو يا جماعة الخير، المعاشات دي بتبقى حلوة مش قليلة. برضه نفس النظام، نفس الشحاتة ونفس امال كان فالقناة اللي كانت معاكي هو خدها منك ولا ايه؟ خدها منك كبير العيلة اللي كنت طالعة تصوريه في الأرض، وهو اللي ليا وهو العين الجوالية وهو ما بيسيبناش وهو مش عارفة ايه وهو سندنا وهو فضلت تشعري في شعر قد كده، راح فين؟ راحت في القناة بتاعتك وغضب عليك وخدها منك ولا ايه؟ ولا ده نظام شحاتة وتسول؟ احمدوا ربنا بقى على اللي بتجيبوه اللي بيجيلكم، احمدوا ربنا. انتوا هتفضلوا واخدين على كده، سبحان الله ما بيتكسفوش يا جماعة الخير، ولا بيتكسفوا ابدا، لا بيتكسفوا في الشحاتة ولا التسول ولا الكذب ولا النفاق ولا التبلية ولا التبلية. انا مش عارفة انتوا يعني انتوا هتروحوا من ربنا فيه، والله ما انا عارفة يا جماعة الخير. فيا جماعة الخير يا داعمين يا محترمين يا محترمين يا اللي تشال على الراس، خلي بالكم الناس دي كلهم بيمثلوا. الناس دول عندهم أراضي وعندهم بيوت وقاعدين فيها وعندها أرض، عندها أرض برضه مباني. دي عندها أرض، ما ت- بيطلعوا يكذبوا عليكم يا حبايب قلبي. والداعمين المحترمين بيصدقوا الناس اللي زي دي. ده كان بقالها قد ايه، بقالها يجي شهرين ولا تلاتة تقول لك احنا عايزين نجيب لبس العيد يعني. شوفوا احنا فاول العيد فيا ام نور، عيب اللي انتوا بتعملوا ده، ارضى باللي ربنا كاتبه لكم. انتوا ما انتوش يعني انتوا ما انتوش فقارة، انتوا ما عندكم ارض وعندكم بهايم وجوزك بياخد معاش حلو. يعني احمدوا ربنا، ما في ناس كتيرة ولا عندها معاش ولا عندها ارض ولا عندها بهايم ولا عندها حتى عشا يتعشوا. انتوا كده خلتوا سوقتوا سمعتنا، اقسم بالله سوقتوا سمعة مصر، وهي مصر مش كده. ده مصر بخير، ده مصر 7000 سنة حضارة. مصر دي ام الدنيا، مصر ام الدنيا. خلته في ناس ما تسواش وبيطلع يتكلم على المصريين، وهم المصريين مش كده ابدا. ده قله قليله يا حبايب قلب في الصعيد، قله قليله، رغم ان الصعايده كلهم محترمين ويشتغلوا على الراس. انا ما شفتش ولا اشوف زي الناس دي. فعيب اللي انتوا بتعملوا ده، عيب الشحاتة والتسول. احمد ربنا على عندك ان انت عندك ارض وبتزرع وبتقلع فيها وعندكم بهايم وعندكم سعي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. والله البني ادم ما يملى عن الله التراب يا جماعة الخير، البني ادم ما يملاش عن الله التراب. حبايب قلبي متابعين المحترمين، اولاد المحترمين، لله الامر من قبل ومن بعد. لنا الله في شوف عجايب اليوتيوب يا جماعة الخير، والله فعلت الصعايدة، فعلت الصعيد. حبايب قلبي في حفظ الله.